عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في القناه ديالي. ان شاء الله اليوم مجربه جديده اللي هي اصابع الشوفان. تتجي سهله وصحيه وفي المتناول. خليكم معايا نوريكم الطريقه ونوريكم المقادير. بالنسبه للمكونات ديالنا، اهم عنصر عندنا وهو الشوفان. الشوفان مفيد بزاف للناس اللي دايرين ريجيم، حيت فاش تاكليه تتحسي بالشبع، حيت هو غني بالالياف الغذائيه وبالبروتينات. ايضا كيعاونك باش تخلصي من الدهون المتراكمه عندك في الجسم ديالك، وكيقلل من السعرات الحراريه. ايضا هو مفيد بزاف للناس اللي عندهم كوليسترول والقلب. حمرته غير شويه حيت مازال غادي ندخلو الفران. عندي ايضا هنايا خلطت الشريحه وخلطت البرقوق ودرت معاه حتى داك التمر السكري، ودرت معاهم هذا الزبيب. كلهم قطعتهم صغار بحال هكا. الزبيب خليته هكاك. وعندي هنايا القرقاع حتى هو غير قطعته غير بيدي شويه. هنا عندي ديك الزريعه ديك الكحله اللي تناكلو، خديتها هكاك منقيه حمرتها شويه. عندي اللوز حتى هو حمرته في المقله غير شويه حيت مازال غادي يتحمر في الفران، حمرته شويه وقطعته على هذا الشكل. عندي النافع حتى هو غناخذ منه غير شويه حيت المذاق ديالو كيطغى شويه على العناصر الاخرين، يعني غندير منه غير شويه. عندي هنايا زريعه الكتان حتى هي حمرتها غير شويه في المقله ماشي بزاف. تقدروا ديروا حتى الجنجلان حتى هو مفيد بزاف. عندي هنايا الاناناس المجفف حتى هو قطعته بحال هكا، حتى هو غناخذ منه واحد شويه. وعندي هنا 4 المعالق ديال العسل. درت العسل العادي وخلطت معاه شويه من العسل الحر باش تكون عنده واحد الفائده غذائيه زعما مزيانه. ودرت معاه 2 معالق ديال الزبده البلديه. نتوما تقدروا ديروا غير الزبده العاديه، المهم ديروا خدموا باللي متوفر عندكم، يعني الانسان ما يكلفش راسو يدير داكشي اللي عنده. دابا غادي ندوزو باش نخلطوا هاد العناصر كاملين اللي وريتكم، وغادي نوريكم الطريقه ديالهم. من بعد ما المهم اهم حاجه غادي تحمصي كاع المكسرات اللي عندك، يعني غيبقاو لك غير التمر والشريحه هادو كيبقاو كيف ما هما. وايضا الفواكه الجافه تقدري ديري الفواكه الجافه اللي كيتباعوا العاديين ديال البواطه، حتى هما تدخليهم حتى هما كيكونوا تيجيو زوينين. وايضا بالنسبه للدراري الصغار، الا بغيتي الدراري الصغار يعجبهم هادشي ومثلا ما ذاقوه ما عجبوهش المره الاولى فاش غتصايبيه، من بعد فاش تعاودي تصايبيه دخلي فيهم واحد شويه الشوكولا اللي ما كتذوبش اللي كدار في كوكيز. هادوك الحبيبات اول حاجه عندنا رقائق الشوفان كيف ما قلت لكم. الكميه اللي بغيتو غادي نزيد ليها. اول حاجه غادي ندير اللوز حتى هو الكميه اللي بغيتو، عينك ميزانك. عندنا القرقاع حتى هو، اناناس المجفف، النافع غادي ناخذ غير شويه. قبل شديته درت ليه بحال هكا باش نحيد ليه دوك العواد اللي كيكونوا فيه باش ما يوحلوش لينا باش نكونوا ناكلو. كنحيد ليه دوك العويدات وكناخذ غير واحد الكميه قليله كيف ما قلت لكم باش ما يجيش المذاق ديالو اكثر من المذاق ديال العناصر الاخرين. عندنا زريعه الكتان حتى هي، نحاول نخلط غير بيدي باش كلشي يتخلط مزيان. نزيد زريعه الكتان يعني الزريعه، ممكن انكم هادشي تخلطوه وما ديروش على شكل اصابع وما ديروش ليه العسل لا والو. تخلطي هاد العناصر كاملين وديروهم فشي سوبيره تحطيهم في الثلاجه. دائما في وقت مثلا الكوتي ولا العشاء، مثلا ما بغيتوش ديروا العشاء بغيتو تاكلوا شي حاجه خفيفه، تقدري تاخذوا دانون بيرلي
وديروا معلقه من هاد العناصر اللي مخلطين كاملين، ديما يكونوا عندك مخلطين في الثلاجه، ديريهم في شي سوبيره وتبقاي تاخدي منهم معلقه وديريها في هذاك بيرلي وتاكليها. يعني تكون هذاك هو العشاء ديالك اولا الكوتي ديالك، حتى هي مفيده بزاف. حتى هذه فكره، يعني الا ما بغيتيش تخلطيهم بحال هكا وديري لهم داك العسل وديك الزبده، يعني اللي عجبك اختياري. غادي ناخذ دابا التمر والشريحه اللي مخلطين، هي من بعد ما خلطتها مزيان بيديا، خلطتها باش يتجانس ليا داك العسل مع الزبده. ضروري تخلطيها بيدك مزيان وزدت ليها واحد شويه الملحه غير باش يتوالموا ليا دوك العناصر الغذائيه. ضروري واخا فيها داكشي المكونات سكريه، مي ضروري من شويه الملح. دابا غادي ندوز ناخذ اللاطه ديالي. انا خديت اللاطه فرشت فيها داك الورق الغذائي. الا ما عندكش الورق تقدري ديري الزبده اولا الزيت حتى هي مزيانه، والدقيق. صافي غادي ناخذو الا بغيتي ديري طبقه رقيقه ما تجيكش غليظه، حاولي ديري شويه لاطه كبيره اللي يعجبك. المهم نحاولوا نقادوها يجيو قد الجهات كلهم. خليها في الفران ما بين 10 دقائق حتى لربع ساعه. شعليه ليها من التحت، من بعد حتى تقربي تطفيها وغادي تشعلي غير شويه من الفوق باش يتحمروك من جميع الجهات. صافي من بعد ما غادي تحمر لينا غنرجع معكم باش تشوفوا كي ولات. ها هي من بعد ما خرجتها من الفران خليتها تتحمرات ليا من جميع الجهات. حيت ليها داك الورق ودرت ليها البلاستيك الغذائي ودخلتها للثلاجه واحد شويه بردات ليا باش تجيني سهله في التقطاع. الا بغيتي تجيك ناجحه 100% وما تهرسش ليك باش تكوني تقطيها، من الافضل بيتيها ليله كامله في الثلاجه حتى تبرد مزيان وغد ليه قطيها. دابا نحيدو هاد الجوانب. الجوانب اللي ما مقادينش نحيدوهم. نحطهم في شي بيسين. هادو حتى هما كنتناولوهم ما كيتلاحوش. نحيد كاع الجوانب اللي عندي، نقطعوها من الوسط. صافي تتبداي تقطعيها على شكل اصابع. هي شويه قاصحه صعيبه شويه في التقطاع، مي من الاحسن تكون هكا ولا تبدا تفرتت ليك. صافي كنستمروا في التقطاع على هذا الشكل، يكونوا قد هما الاصابع ديال الشوفان ديالنا. من بعد ما كملتهم تيجيو على هذا الشكل.
صراحه لذاذ بزاف وزوينين. هما راه واخا كيجيو صعاب في التقطاع غير حيت فيهم ديك الشريحه ما قطعتها صغيره وداك اللوز وهذا، اما هما في الاكل راهما طبيعيين. هانتوما شوفوا كي دايره يعني ساهله في الماكله، ماشي قاصحه. نتمنى يعجبوكم. صراحه الا عطيتوهم الوليدات الصغار يفطروا بهم اولا فطرتي بهم انت، راكي خديتي مجموعه من العناصر الغذائيه بلا ما تحسي. صراحه زوينين بزاف، وحتى المذاق راه لذيذ يعني غادي يعجبكم. وهذوك لي شاطوليه، دوك الجناب لي شاطوليه حيدتهم فرتتهم وغادي نديرهم في واحد القريعه، نبقاو نديروهم مع الحليب حتى هما كيجيو زوينين بزاف. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم. بالصحه والراحه حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.